هل السعي بيضمن حتمية الوصول؟ أكيد بمشيئة الله تعالى بيضمن حتمية الوصول. كل ساع لابد أن يصل، كل ساع مضمون له الوصول. هكذا فعل أحمد صلاح الذهب الذي لا يصدع أبدا على الإطلاق، وهكذا فعل فلافيو جونيولي مدرب إيطالي مخضرم لمنتخب مصر لكرة الطائرة. رسميا تتويج الفراعنة باللقب القاري رقم 9، اللقب القاري الغالي بعد غياب دام لأكثر من 8 أعوام. مصر تتوج على حساب الأشقاء في الجزائر 3 أشواط مقابل شوط واحد فقط في الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة، نفس الصالة المغطاة اللي توجنا عليها آنذاك أمام المنتخب التونسي منذ 8 أعوام باللقب القاري رقم 8 للمنتخب المصري. عموما بعد غياب 8 أعوام رسميا مصر بطل أفريقيا لكرة الطائرة. تقليص الفارق مع الأشقاء في تونس، 11 لقب لتونس مقابل 9 ألقاب للمنتخب المصري، فارق لقبين فقط. مش كده كمان وبس، المنتخب المصري أكتر منتخب في القارة يحصل على اللقب 6 مرات متتالية في أعوام 2005 لحد 2015 محدش حققها، والمنتخب التونسي 2017 2023 3 ألقاب متتالية فقط. مصر صاحبة الرقم القياسي في تحقيق العدد الألقاب المتتالي. مش كده كمان وبس، لا، مصر أصبحت هي وتونس بالتساوي 11 مشاركة في المونديال. رسميا مصر تشارك للمرة ال11 في بطولة العالم للكرة الطائرة. عموما أحمد صلاح أكتر اللاعبين حصدا للقب القاري الغالي 7 ألقاب، ويليه 6 ألقاب عبد الله عبد السلام. ورسميا اعتزال اللعب دوليا أحمد صلاح بعد التتويج القاري على حساب الجزائر. مليون مبروك عودة المنتخب المصري لحصد اللقب الغالي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، اللقب رقم 9 في التاريخ. مليون مبروك من الأعماق للشعب المصري، ومليون مبروك على التنظيم والإدارة، ومليون مبروك وشابو للاتحاد المصري للكرة الطائرة. دمتم في أمان الله.